اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في قناة عالم مريم للطبخ، اللي هي قناتكم كاملين. اليوم جيت نشارك معكم الدجاج محمر. فيديو مفصل وبجميع التفاصيل ديال الدجاج محمر باش ينجح معكم. غادي نطلب منكم واحد الطليبه، ما تنسونيش بالتعليق ديالكم الزوينين وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو القناه مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده على الجميع. غادي ندوزو دابا المقادير اللي غادي نحتاجو. 6 دجاجات، غادي نعطيكم مقادير يعني مفصله ديال 6 دجاجات. عندي هنا نص بصله، وعندي نص حامضه، يعني حامضه كامله حيت ليها اللب وقطعتها. غادي نحتاج هذوك الجليدات ديالها، غادي نديكوري بهم. وعندي حامضه خضراء، وعندي جريوس ديال الثومه. هذه عطريه بسيبيسه وقعقله لا غير، كنطحنهم وكنحتفظ بهم. عندي ضويمات ديال الزعفران، عندي 6، يعني كل دجاجه كنحتاجوا ليها يعني وحده ديال الزعفران، ضويمه ديال الزعفران. عندي القزبر والمعدنوس، كينجبير، الخرقوم، البزار، الهريسه. عندي السمن، وعندي هذا الملون غذائي ضروري هذا في الدجاج. كنديروه في الحياه، يعني في الطبخ اليومي، وليني راه كنديروه هكا في الاعراس. بالنسبه للمعدنوس، عندي هنايا 2 قبطات ديال المعدنوس ونص قبطه ديال القزبر. بالنسبه للدجاج راه تيبغي المعدنوس، بعض المرات انا كاع ما كندير القزبر، كندير غير شي عريشات هكا. غادي نقطعو، غادي نديرو في الكاس ديال الكهرباء، غنزيد عليه الماء وغادي نطحنو مزيان حتى كيطحن. غادي ناخذ هاد الحامضه، يعني حامضه خضراء. غادي نقيها. ضروري هاد الحامض خضر، ضروري كنديرو انا في الدجاج، هو السر ديال الدجاج والسر ديال التغميره. غادي نقيها، غادي نحيد ليها هاد الجلده ديالها. بغيتو ديروا العصير ديروا، انا كنديرها كامله، كنحيد لها غير العلفه ديالها وكنقيها باش ما نحصلوش على ديك المروره في التغميره. ها نتوما غادي نقي لها، نزول العظام، لا كاينين شي عظيمات غادي نزولهم. هذا راه المعدنوس طحنته. غادي ندير هاد الحامض اللي حيدت ليها العلفه، غنديرها في الكاس باش غادي نميكسي كلشي، غادي نطحن كلشي. ضروري نحيدوا العظام هما اللي كيطلقوا لنا المروره في الماكله. صافي هنا من بعد ما زولت سميتو، غادي ندير هاد نص بصله. هاد البصله هادي غادي نشرح لكم علاش درت هاد البصله. صراحه كتجي في التغمير وكتدخل مع اللحم والعظم، ما نقولش لكم. درت هنا داك اللب ديال الحامض ديال الحامضه، ودرت الثومه، وغادي ندير هنا ضويمات ديال الزعفران. بالنسبه للعطريه، هذيك المعلقه الصغيره اللي كتكون في الكوزينه، كل دجاجه كندير معلقه. انا غادي ندير ملون، خليكم معايا. انا راه غادي نعطيكم يعني العطريه ما عندكم فين تلفوا. يعني كل دجاجه غادي نحتاجوا ليها ضامه ديال الزعفران، معلقه صغيره خرقوم، معلقه صغيره سكينجبير، معلقه صغيره ديال قزبر كارم، ومعلقه يعني صغيره ديال السمن. وغادي ندير هاد ملون، وغادي ندير هذا يعني الحامض مصير. غندير ربع حامضه مصيره في دجاجه وحده، وغادي ندير ربع حامضه خضراء. وبالنسبه للثومه غادي ندير 3 الفصوص في كل دجاجه. يعني انا عطيتكم، ما عندكم فين تلفوا. راه بزاف التعليق كنلقى عطينا غير المقادير ديال الدجاجه. بحكم الطلبيات وبحكم الطياب ما كيتجيش شي طلبيه ديال الدجاجه. انا عطيتكم دابا المقادير. وبالنسبه لهاد يعني بسيبيسه وقعقله، في كل دجاجه غادي ندير راس ديال المعلقه. والسمن كندير معلقه صغيره. الا كان السمن حار كنديروا، المهم نتوما كتحكموا في السمن. المهم انا راه عندي السمن هنا حار، يعني كندير غير واحد شويه. والهريسه كندير معلقه صغيره ديال الهريسه لا غير. بالنسبه للمعدنوس والقزبر في الدجاجه وحده، غادي ديري يعني نص قبطه ديال المعدنوس، وغترمي معاها واحد العريش ديال القزبر. صافي هنايا من بعد ما درت العطريه كامله اللي جمعت، غادي نضيف هنايا المعدنوس والقزبر اللي طحنت. هنا طحنت هذاك الحامض والثومه والضويمات ديال الزعفران مع كيكونوا قاصحين. كنطحنهم مع الماء كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. راه يعني ما قطعتش الفيديو باش نشارك معكم كل شيء. صافي هنايا غادي نشلل داك الكاس ديال الخلاط الكهربائي، يعني حتى شي حاجه ما غادي تضيع معنا. شوفوا هنا يعني ملي ميكسيت هكا كنميكسي بيديا. هنا راه دايره الطنجره. صافي هنا الدجاج طبيعه الحال مغسول منقي بالحامض والملحه
وسكينجبير. يعني رانا مشاركه معكم فيديو مفصل ديال الغسيل ديال الدجاج. صافي هنايا كنشرمل داك الفروج مزيان ما بين الفخاض يعني، وكان هكا نفرع عليه الصدر ديالو باش كنخشي ديك العطريه وكيتشرب معايا. انا الدجاج يعني ما كان كيف ما كتشاهدوا عندي في الفيديوهات بزاف، انا راه ما كنكتف الدجاج، ما كندير ليه قنبه، ما كندير ليه يعني شي حاجه باش نكتفو. لا الدجاج عندي في الطنجره لا في الفران. هي الطريقه ديالي وما كيتحلش صراحه، كيبقى مجموع مقاد مصوب. يعني كيجي الفروج مجموع مقاد، غتشاهدوا معايا ملي غادي يطيب وغادي تشاهدوا يعني الجلده كتبقى قاده مصوبه. وغادي نعطيكم علاش كيبقى الدجاج هكا صاين، يعني ما كيتشركش ليه ديك الجلده. وحتى ملي كنبغي نهزو من الطنجره يعني عندي واحد البراتيك بحكم الطياب، وعرفتوا الطيابه راه كتكون يعني من غلطه لغلطه كتعلم من بزاف ديال الحوايج. يعني هاد الميدان راه ما عندوش الحد يعني تبارك الله، راه ديما الجديد في مجال ديال الطبخ. المهم هنا من بعد ما شرملت الفرارج ديالي كنطرطق ليه عظيماتو، كنفرع ليه الصدر ديالو باش كيبقى يعني مجموع. هنا الصباح بيتو ما غادي يوقع ليه حتى شي حاجه. دابا مع هذا الفيديو راه مصوراه انا في الحال بارد. المهم في الحال بارد ما كيوقع ليه والو. ملي كيكون الحال صفر راه كنديروه في الثلاجه طبيعه الحال. هنا كتشوفوني هزيت واحد شويه ديال العطريه درتها في القشيوشات ديال الدجاج، وهنا ضفت نص كاس ديال زيت الزيتون. هنا عندي البصله، غادي نحتاج في هاد ستة طيور غادي نحتاج 4 كيلو ديال البصله. هنا المقراج راه مغلي غليان. درت البرمه ديالي يعني درت الجميله فوق العافيه. سقيت بالماء الطيب. هاد السقيه ديال الماء الطيب هي اللي كتخلي الدجاج تيتجمع، هذيك الجلده ديالو دغيا كتجمع ودغيا كتنوض الجميله. يعني ملي كنديروا الماء بارد كيبقى متقل، عاده كيدخلوا الطياب. هاد الماء سخون ملي كنصبوه فوق الدجاج الجلده ديالو كتجمع يعني بحال كيتكنزز. تندير هنا واحد البصله اللي مشنفه كنرميها مع الدجاج باش كيعطي داك المذاق. واخا انا طاحنه واحد البصيله نص بصيله في العطريه. شوفوا هنا الطريقه، شوفوا هنا انا كنوريكم البراتيك. يعني مره كنهزو ملي سقيت باش ديك البصله كتهبط معايا في قاع الطنجير، والجلده ديال الفروج كنبقى نهزو من العنق ديالو هكا باش ما تلصقش لي ديك الجلده في الطنجير. هذه هي الطريقه المعتمده عندي في الدجاج. صافي هنا راه مشى عليا هاد البوطه. هنا عندي القشيوشات حتى هما درت ليهم العطريه اللي هزيت من الدجاج، كنديرهم في واحد الجميله ولا كوكوت، كنكب عليهم حتى هما الماء طايب وكنخلي طلع فيهم الغليه. غير كتطلع ديك الغليه الاولى صافي كنطفي عليهم. هنا راه مره كنبقى نهز الفروج في الاول. هادشي يلا كتبدا تغلى الطنجره يعني باش كنحصل على داك الدجاج كيبقى محافظ على ديك الجلده اللي كتبقى في الصدر. راه شوفوا البنات والعيالات والاخوان والاخوات، راه هذيك الجلده ديال الصدر خاصنا نحافظوا عليها. علاش؟ باش الدجاج الا قليتوه ولا دخلتوه الفران واخا كدهنوه بالزبده وكتدخلوه الفران كيجي داك الدجاج الصدر ديالو كيجي شاحت. هذا هو علاش الدجاج كيتكالو غير الفخاض وكيبقى الصدر ناشف ما تيقد عليه حتى واحد. ما تيقدوش عليه الناس، كيجي شاحت وكيجي ناشف وما تيقدروش الناس يندغوه ويتسرط. هذيك الجلده هي اللي كتضرق عليه لا في القليان لا في الفران، وداك ليدام ديالها هو اللي كيخليه كيبقى رطب. هنا كنداويه وما قلت لكمش كنهز المغرف وكنبقى نسقي في الدجاج باش كيتهبط منه ديك الدغميره وكيتشرب وكنتقبل القتيب. مره كنبقى نقلب وكنبقى نتقبل القتيب باش داك الدجاج كيدخلوا العطريه وفي نفس الوقت كيخرج دوك يعني الماء ديالو لداخل وداك الدم وداك الشيء. مهم اللي كنعرفو كيطيب. انا شوفوا غادي تسولوني باش غنعرف الدجاج كيطيب، انا كنعرفو من العنق وكنلقى الفروج. هنا شوفوا كيفاش كنوريكم كيبقى محافظ على الجلده ديالو، كيبقى مكتف. يعني حتى ديك الجلده اللي كنخشيو فيها الرجيلات ديالو ما كتشرق ما كتقطع ما والو. ها كي كنحط الدجاج انا في الطنجره ما كنبقاش نحرك فيه حدي، كنهزو من العنق وكنبقى نهزو ونحط باش هذيك الجلده كتبقى ما تلصقش هي في الطنجره. هنا من بعد ما كملت وحيدته غادي نخليه دابا حتى يبرد. هنا شلطت البصله
البصله. درت هنايا 4 كيلو ديال البصله، يعني في 6 دجاجات، يعني كل فروج تنديروا ليه نص كيلو ديال البصله كافيه وفايته اللهين. صافي هنا من بعد ما شنفت انا راه ما كنطحن بصله، ما كنقطعها مربعات ولا كنشنفها هكا. صافي في هذا الاثناء غادي نغطيها. هنا القشيوشات ديالي من بعد ما تسلقوا صافي هنا غادي نقطعهم. غادي ندير الكبده بوحدها والعنيقات والقنصه غادي نديرهم بوحدهم. ضروري نغطيو على البصله في الاول ومره نحركوا باش تهبط معانا وطيب، يعني ما كتبقاش مغزغزه هذيك البصله. هذه هي الطريقه، بحكم واحد السيده كتواصل معايا كتقول لي البصله كتجيني مغزغزه في الدجاج. ضروري نسدوا عليها. هانتوما شوفوا راه سديت عليها النوبه الاولى في الطنجره حتى دخلها الطياب وهبطت. عاد ضفت ليها العناق والقنصه والقليبات، حيت هادو كيشدوا الطياب. الكبده ما غنديرهاش دابا، الا درت الكبده دابا غادي تبقى تطيب الكبده وتعاود وتطيب وتعاود، وانا باقا ما وقفتش الدغميره وهي راه مسلوقه الكبده، يعني غادي تهرى معنا ديك الكبده وغتجينا ديك المرقه، هذيك الدغميره غتجينا بحال متخته. كنتمنى نكون شرحت مزيان. هنا راه وريتكم، يعني راه ما قطعتش الفيديو. مره انا صافي راه معريه الطنجره في هذا الاثناء، راه معرياها وكنبقى مره كنحرك على عافيه مهيله مزيان. هنا شوفوا هنا كيفاش بقات كتشرب غدا وكتشرب وانا كنحرك. هنا في هذا الاثناء غادي نضيف هذوك الكبيده. شوفوا انا غنوريكم الكبده راه كنسلقها، ماشي كنسلقها حتى كتولي مشحته، كتبقى رطبه. ها نتوما كتشوفوا في الفيديو، يعني كنوريكم كتبقى رطبه ديك الكبيده. صافي هنايا في الاول ملي درت الدجاج طيبته بالزيت العود. دابا غادي ندير واحد نص كاس اخر ديال الزيت الروميه، وفي هذا الاثناء غادي نبقى انا ما كنحيدش على الطنجره وعلى الدغميره، كنبقى كنحرك حتى كتوقف وكتطلق واحد العقيق ديالها باش كتكرمل معنا هذيك البصله. راه لا غفلتوا عليها راه كتحرق. هنا شوفوا هنا الزيت كيبدا يتعزل، كنعرفوا الدغميره قربت توقف. ملي كيبدا يتعزل الزيت على الدغميره كنعرفوها، ماشي كنطفيو عليها لا، كنبقاو نحركوا باش هذيك البصله كتعسل معنا بحال كتقلب داك الزيت اللي كتطلق، وانا كنحرك بواحد السباتيل هكا تكون فتحه كتساعدني. دابا هنا غندوزو غنوريكم الزيتون المشرمل. صراحه ما كنشاركوش معكم. هنا عندي الزيتون مسلاله مغسول، طلعت فيه الغليه وعاودت وكنصفيه. درت ليه الحامض مقطع هكا رقيق مصير، درت القزبر كارم، درت الكمون، درت الهريسه، وغادي ندير الزيت العود وغادي ندير الربيع وواحد الفص ديال الثومه راه ما حكيتوش، المهم راه حكيتو من بعد ما شديتوش في الكاميرا. وكنخليه كطلع فيه الغليه وكتعاود. صافي غير كطلع فيه ديك الغليه وكتعاود. هذا راه الزيتون ديال الدار، ملي تنشري مسلاله ديال الزنقه راه انا كنغليها ونعاود 2 مرات وكنغسلها عاد كندير لها هاد العطريه. صراحه الدجاج كيجي منقوش لكم. من بعد ملي كيطيب كنحمرو في الفران بالزبده والسمن وشويه ديال الهريسه. كنتمنى منكم تجربوه لانه صراحه كيجي غزال تبارك الله.